يعتبر بشكل شبه رسمي النادي الأهلي هيكمل الدوري. أنا مش عارف إزاي بنطقها، يعني عارف أنت، مش عشان هنكمل الدوري، ما خلاص هو إحنا للأسف وثقنا في إدارة النادي الأهلي، وأول مرة في تاريخها تعمل قرار مش خاطئ. ده مش قرار خاطئ يا جدعان، ده مش قرار خاطئ، ده كارثة حقيقية إدارية. يعني لو الزمالك بيعملها، الزمالك يعني اخواتي وحبايبي الزملكاويه، انتوا عارفين ان انا مش متعصب ومش بعصب الدنيا، بس اللي هو اداره الزمالك عارف عامل زي الطفل على طول، يعني اللي هو كل شويه ينسحب. انا مش عارف بيلوش. الزمالك لو بينسحب بيلوش، هو مش هيعمل كده بس بيلوش. هو شايف ان انا اخد حقي كده بالطريقه دي، فهاخدها بالطريقه دي. انما انت تعمل قرار كارثي زي ده، ومش عارف ازاي هتخرج منه، ومش عارف ازاي ان انت دارسه اصلا. يعني انت مش دارس الحاجه دي. ده يعني انا كنت اول واحد في ظهركم بقول ايه، يعني لا لا لا، اداره الاهلي لعبتها خرصه، اداره الاهلي لعبتها بذكاء، اداره الاهلي لعبتها في ساعه الماتش عشان خد البس بقى وورينا بقى هتعمل ايه. وانا بقول لي كده عشان على اساس ان النادي الاهلي مع اثباتات. على اساس ان الاهلي مستف ورقه، على اساس ان الاهلي معاه ادله وحق هيعرف ياخده، فالاتحاد والرابطه تتراجع فيعملوا اللي النادي الاهلي عايزه عشان الاهلي ما يصعدش. انما للمؤاخذه النادي الاهلي معهوش اصلا حاجه خالص، معاه ألسنة، معاه مجرد ناس قالت له ماشي يا نادي يا اهلي يا كبير يا عظيم، هنعمل لك اللي انت عايزه، بس ايه، اوعى تحضر ماتش. يعني لعب عيال، للاسف لعب عيال. مش مصدق ان النادي الاهلي يبقى كده او يتحط في الموقف ده. انا اول واحد كنت بدعمكم عشان كنت واثق في العقليات، واثق ان في نادي في الاهلي اداريين بيشتغلوا فعلا، مش اداريين اللي هو زي ما قلت لكم احنا بقالنا سنتين، ورجعوا من شهرين ثلاثة بقى فيديوهاتي وسلخ الإدارة، وسلخ إن مفيش مبادئ. معظم مبادئ النادي الأهلي اللي اتربينا عليها بدأت تفلت، هي في الحاجات الخفافة بس بدأت تفلت. يعني منها زي ما هفضل أعيد وأكرر موضوع الشناوي، إن هو يتحكم في الجمهور ويقول له لا مش هنروح نسقف لك، الراجل طلع يعني ولا طلع اعتذر ولا حاجة والله. يعني منها كهربا بعديها على طول، فاهم انت، منها الكابتن الكبير كابتن محمد رمضان اللي ماسكنا يقول لهم يلا يا لعيبه، يلا يلا احنا هنسقف للجمهور ده، الجمهور ده مجرد بيدفع لنا فلوس كده عشان يتفرج علينا. كوارث إدارية بتحصل من فترة، بس ما يعني وصلت لأوضة اللبس وقلت ده مش الأهلي، ده مش الأهلي يا جدعان. إنما توصل لدرجة إدارية، معلش مفيش طفل صغير يقع فيها. مش عارف أقول إيه ولا أعيد إيه، بس خلاص كابتن شوبير طبعا بدأ يجس النبض. وامبارح كابتن عبد القيعي مش جس النبض ده، لا ده بيقول بالفم المليان وعادي كده والناس دي بتتكلم على اساس ان هم مش غلطانين، يعني عارف اللي هو ايه، يعني مفيش اعتذار حتى. يعني يا عم ادينا اعتذار، يا عم اعتذر للجماهير اللي راحت الماتش. اللي انا قلت الناس هي اكتر حاجه سودة ان الناس دي راحت الماتش. فانا بحسبكم ان انتوا ماشيين على حاجه حق وورق، انتوا عندكم حق بس مش معكوش ورق. يبقى هتعملوا ايه؟ هتروحوا هتشتكوا مين؟ الورقه ورقنا يا عم. يعني قرار كارثي زي ما قلت. وخلاص هو الاهلي ما قداموش ان هو يكمل للاسف الدوري، عشان غلطة الاداريين اللي موجودين في النادي الاهلي، اللي للاسف بدأ يبقى كل واحد من الاداريين بيشطح بدماغه في شغله بعيدا عن النادي ذات نفسه. يعني ما تشوف بكره يحصل ايه. اللي حصل اللي انا قلته لكم، يعني مش هيحصل فيه تغيير، واحنا نستاهل. بس على الاقل الاداره تعتذر. انا مش مع الناس المتهوجه وتقول لك تستقيل، ولا كلنا بنخطأ، كلنا بنخطأ، بس عن خطأ عن خطأ. ده خطأ كارثي في تاريخ النادي الاهلي. عارفين يعني ايه تاريخ النادي الاهلي؟ يعني على الاقل خالص تعتذروا.
تطلعوش تبرروا وتقولوا أصل الخطأ مش عارف إيه ونلحقه ونكمّل ونلعب وهناخد تاخد دوري إيه خلاص، أنت ادّيت لبيراميدز كل حاجة، ادّيت له السنة اللي فاتت الكاس وادّيت له السنة دي أهو الدوري، وعلى مشارف إنه ياخد الكاس طبعًا من الزمالك إن السنة دي هو أقوى بكتير من الزمالك، فادّيت له يا باشا 4، 5 بطولات وأنت مش موجود فيها، يعني أنت عملت لبيراميدز أحلى مسا على كتافك يا أهلي والله، يعني مش الأهلي ككيان عظيم على المسؤولين اللي فيه اللي مش بيشوفوا شغلهم. سلام عليكم.